السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا خدنا في الفيديو اللي فات ازاي اقدر ادخل بيانات في شيت اكسل وازاي اقدر احول البيانات دي لجدول. في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي اقدر اعمل فورماتنج للجدول ده، وهنتعرف مع بعض على شوية اساسيات بسيطة لكنها قوية جدا في الاكسل وهتختصر عليك وقت كبير في الشغل. فيلا بينا. اول حاجة، لو عندي جدول وعايزة اغير شكله زي الجدول اللي قدامي ده، كل اللي هعمله اني هروح على تيبل ديزاين في شريط الادوات، واول ما اضغط عليها هلاقي عندي مجموعة جاهزة من الستايلز. بمجرد ما اقف على اي واحدة هشوف الشكل بيتغير قدامي على طول، وهبتدي اختار منهم الشكل اللي يناسبني. نيجي دلوقتي لو عندي خلية وعايزة اغير شكلها او نوع الداتا اللي جواها، مثلا الخلية دي هقف عليها وادوس على الكيبورد كنترول 1. هنا هتظهر لي شاشة مكتوب عليها فورمات سيلز، واختصارات الكيبورد دي هسيب لها الرابط الخاص بيها في وصف الفيديو. من الشاشة اللي قدامي دي هيظهر لي مجموعة من التابس، كل تاب مسؤولة عن جزء معين، هناخدهم واحدة واحدة. أول واحدة هي الجنرال، دي الشكل الافتراضي اللي هو الاكسل بيحاول يفهم الداتا لوحده، مش افضل اختيار لو عايز شكل محدد للرقم او للتاريخ. عندي تاني حاجة النمبر، هنا بقدر اتحكم في عدد الارقام العشرية واستخدام الفاصلة للفصل بين الالاف. يعني انا هنا عندي حاجة اسمها decimal places، دي مكان الفصل هتكون فين، وعندي حاجة اسمها use 1000 separator، يعني انا هحط الفاصلة بعد الالف، وهنا بيبين لي شكل الارقام السالبة بالاحمر ولا بالماينس ولا بين قوسين، وده مفيد جدا في البيانات المالية. نيجي بقى للكرنسي، وده لو عندي فلوس بختار العملة من العلامة الجانبية هنا من عند سيمبل، بختار هل انا عايزها دولار او عايزها بيتكوين او عايزها جنيه مصري على حسب، وبقدر اتحكم كمان في العلامة العشرية، وده بيخلي الرقم بيظهر بالشكل المحاسبي الصح. نيجي بقى الاكاونتنج، وده شبيه شوية بالكرنسي لكن بيخلي رمز العملة ثابت على الشمال والرقم على اليمين، ومنظم اكتر للمحاسبين. نيجي بعد كده بقى للديت، وده لو بكتب تواريخ من هنا بختار الشكل اللي عايزاه، يعني عايزة مثلا يوم شهر سنة، شهر مكتوبه كامل، تاريخ قصير او طويل، ولو جهاز بتاعك عربي هتلاقي الخيارات بالعربي كمان. نيجي بقى للبرسنتج، ودي لو عايزة احول رقم لنسبة، مثلا 0.25 هيطلع 25%، برفع او اقلل العلامات العشرية حسب اللي يناسبني. وفي كمان عندنا التايم، ده احنا يعني سوري نسيناه، هو شبه التاريخ بالظبط، بيغير شكل الوقت. نيجي بعد كده للفراكشن، وده بيخلي الارقام كسور واضحة على حسب بقى النوع اللي انا عايزة اختاره. وبيجي بعد كده الساينتفك، وده بيختصر الارقام الكبيرة جدا باستخدام الاسس. وعندي بعدها التكست، التكست بيتعامل مع اي حاجة على انها نص حرفين حتى لو رقم، مثلا عايزة اكتب 001 او كود منتج طويل، لازم اختار تكست عشان اكسل ما يحذفش الاصفار دي. عندي بعد كده السبيشال، ودي تنسيقات جاهزة زي اكواد البريد، زي ارقام التليفون، زي الرقم الشخصي. اجي بعد كده بقى على كاستم، وده مهم جدا لاي حد بيشتغل داتا اناليسيس، لان انا بعمل التنسيقات الخاصه بيا. يعني ببتدي ان انا اعمل تنسيق عن طريق ان انا مثلا عايزه اعمل رقم مع رمز معين، تنسيق الوان شرطيه، عايزه اعمل يوم وشهر مختصرين، وهكذا. ندخل بقى على التاب التانية اللي هي alignment، ومن هنا انا اقدر اتحكم في مكان الداتا جوه الخلية، يعني مثلا عايزاها شمال يمين، عايزاها من هنا فوق تحت، عايزة اعمل لها وراب تكست، يعني عايزة كل الكلام مهما كان طويل يبقى في نفس الخلية، عايزة الكلام مثلا يبقى شرينك، يعني انا ابتدي اقلصه لحد ما يبقى مناسب للخلية دي. كل الكلام ده بقدر ان انا اعمله عن طريق التاب بتاعت الالاينمنت. عندي التاب التالتة اللي هي فونت، وهنا بقى اقدر اغير نوع الخط وحجم الخط ولونه
وعايزه بولد ولا عايزه ايتاليك، وعايزه فيه تحتيه خط ولا لأ. كل الكلام ده بقدر اغيره من هنا. يعني انا بقدر اعمل تنسيق احترافي للخلية كأنك بتعمل فورمات لعنوان بالظبط. نيجي بقى للتاب الرابعة واللي هي البوردر. هنا بقى لو انا عايزة اعمل جدول بايدي، هختار بقى سمكه، عايزة سميك رفيع، هختار لونه من هنا، هختار الجوانب، عايزة التيبل ده او الجدول ده يبقى من كل الجوانب، عايزة من جانب واحد، من فوق مثلا، من تحت. هعمل كل حاجة من البوردر دي. عندي التاب اللي بعد كده اللي هي الفيل، وهنا انا بقدر اختار لون خلفي للخلية. بقدر طبعا ان انا اختار لون ثابت من هنا، او اقدر ان انا اختار لون جريدينت، ده بيكون ليه شكل احترافي اكتر لشكل الخلية. نيجي بقى لاخر حاجة معانا وهي البروتكشن، ودي قليل قوي بنستخدمها لكنها مهمة. لو بعمل شيت محمي، هنا بقدر اخلي الخلية لوكد، يعني محدش يقدر يتحكم فيها او يعمل فيها اي حاجة، وبقدر اعمل لها هيدن ان محدش يشوفها اصلا. كده كل حاجة تخص شكل الخلية موجودة في الفورمات سيلز. نيجي بقى لو عايزة انقل عمود من مكانه، نقفل الشاشة دي. انا مثلا عايزة انقل عمود ايه ده من مكانه، اعمل ايه؟ هاجي اقف عند العمود ايه كده، وهاجي من الطرف هيظهر لي علامة الزائد دي، هضغط على الكيبورد شيفت وكليك شمال، ابتدي انقل العمود للناحية التانية. اصبح ان الداتا اللي تحت عمود ايه هي الداتا اللي كانت تحت عمود بي، بس انا غيرت العمودين، خليت الداتا الاول وخليت السيلز بعدها. كده لو خدتوا بالكم انا نقلت العمود من غير ما اعمل ريبليسنج للداتا. يعني انا لو مسكت كده قلت العمود ده وجيت خدته بالشكل ده وحطيته هنا، هيقول لي انت عايز تعملي ريبليس للداتا؟ لا، انا مش عايزه اعمل ريبليس للداتا. فبالتالي انا بعمل شيفت وبنقل عشان ما يحصلش حركه الريبليس دي. طب لو انا عندي كلام كتير جوه الخليه ولقيت ان هو خارج براها او مش فات جواها، اعمل ايه؟ فلنفترض مثلا ان انا عندي كده hi everybody go there مثلا. عندي الكلام ده لو بصينا هنلاقي الكلام خارج بره الخليه. طب انا عايزه اعمل للكلام ده او عايز الكلام ده يبقى موجود جوه اطار الخليه مش خارج براها كده. هعمل حاجه اسمها اوتو فات. دي بعملها ازاي؟ ان انا باجي في الحد الفاصل ما بين كل عمود والتاني، هقف عليه، هلاقيه اداني الشكل بتاع السهم بالمنظر ده، هدوس عليه دبل كليك، هبص الاقيه عمل تنسيق للكلام وخلاه جوه الخليه وبشكل منظم جدا. طيب لو انا عايزه اعمل التنسيق ده لكل الجدول، بعمل ايه؟ باجي اقف عند المثلث الصغير ده وادوس عليه واعمل دبل كليك، كده عمل لي فت للكلام جوه الخليه. طيب ولو عايزه اخفي عمود هعمل ايه؟ احدد العمود تمام واضغط كليك يمين واختار كلمه هايد، كده انا بالنسبه لي العمود اختفى. طب لو انا عايزه اظهره تاني بعمل ايه؟ بحدد العمود اللي قبله والعمود اللي بعده واعمل كليك يمين واختار ان هايد، بالتالي هيظهر لي العمود تاني. وبكده نكون عرفنا مع بعض أهم الحركات اللي بتخلي الشغل على إكسل أسرع وأسهل. لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واستنوني في الدروس الجاية علشان لسه عندنا حاجات كتير جميلة في الإكسل.